لو مسافر اوروبا الفتره الجايه فتعال اقولك على شويه حاجات مهمه جدا تاخد بالك منها. لو هتروح مطعم تاكل قول له ان انت الرجيك تو بورك، وده معناه انك عندك حساسيه من لحم الخنزير، فكده هتضمن ان السكينه حتى اللي بيطبخ بيها ما تكونش لمست اي لحم خنزير. ما تاخدش معاك ورق ال 200 او ورق ال 500 يورو عشان في اماكن كتير جدا بترفض تاخدهم. اوعى تنسى الفريش باز عشان اوروبا ما فيهاش شطافه. ولما تشتري اي حاجه اعمل تاكس فري عشان في المطار وانت راجع تقدر تسترد الضرايب بتاعتك. لو هتنزل في هوستل فاسال على حاجه اسمها الفري ووكينج تور، ودي جوله يوميه بيعملها مرشدين هناك يعرفوك بكل الاماكن المهمه في المدينه، وبتديهم تيبس زي 10 يورو 15 يورو، بس بتبقى جوله عظيمه جدا. ما تشتريش ميه خالص لان هتلاقي حنفيات كتير جدا في الشوارع وكلها صالحه للشرب. واخر واهم حاجه عينك على شنطتك وفلوسك كويس جدا من النشالين، لان في ترند في اوروبا دلوقتي اسمه البيك بوكيتس. تقدر تتفرج على الفيديوهات بتاعتهم على الانستجرام وعلى اليوتيوب يوروك ازاي بيسرقوا الكحل من العين من الناس.